النشاطات التي ذهبت على تنظيمها جمعية الكلمة للثقافة والإعلام هي وفية لتقاليد وخاصة جدا بالاحتفاء بالذين قدموا في يوم من الأيام أشياء جميلة لهذا الوطن في الوقت الذي كما يقال هاجر فيه أبناء هذا الوطن من الإعلاميين. حفيظ دراجي بقى صامدا وبقى وفيا لجمهوره، كان دائما بكلمته الشهيرة يقول: وتستمر الحياة وتستمر الأمال وتستمر الأمجاد وتستمر الذكريات. جمعية الكلمة للثقافة والإعلام لسنوات وسنوات، ربما أكثر من 7 سنوات أو 8 سنوات من العطاء ومن النجاحات التي لا تقاس فقط بنهاية المشروع الثقافي أو المشروع الحقيقي، لكن تقاس أيضا بالتحديات وبتضحيات أبناء هذه الجمعية الذين غالبيتهم من طلبة جامعيين وإطارات وأكاديميين وكذلك خاصة إعلاميين. وهذا هو الذي دائما يعطينا كما يقول حفيظ في ذاته